تمام. بدل اتفقنا بقى ان الموضوع حلو ومهم وهيعمل حلقه حلوه، انا عايزه اطلب منك طلب واحد بس. قولي ليه البوبي فيس ده؟ قولي اتكلمي. بليز. تفاصيل الرجاله دي واجعه ستات كتير. عاوزاكي تبقي اجريسيف جدا وانتي بتتكلمي عليها. من فضلك بلاش طريقتك الحنينه الطيبه دي الهاديه عشان خاطري. مالك محسنك قرفانه وانتي بتقولي طريقتك الحنينه؟ بس انا موافقاكي بصراحه، الحلقه دي بالذات لازم نعملها حلقه اجريسيف كده. بالظبط. عندك مازن هزفت همام ده مثلا، هو بقى اجريسيف جدا وهجومي حتى في هزاره. يا ديجا انا بتضايق لما تقارنيني بمازن همام، انا ما بحبوش الراجل ده. وبعدين يا حبيبتي ما انا طيبه بس انا اعرف ابقى اجريسيف اكتر من مازن همام الزفت ده. انا بعرف ابقى واضحه كده ودغري وعندي ارجيومنت صح. بعدين مازن همام ده سكومونس قدامي. سكومونس؟ ايوه. طب يا عم المتوحش اما نشوف. عايزاكي تجهزي سكريبت حلو نقعد مع بعض نفاينله وننزل نمسح بكرامه الرجاله الارض وننتقم لكل الستات من ايام حواء ولحد النهارده. ايوه بس انا ليه همسح بكرامه الرجاله الارض؟ هم مالهم يعني؟ نهار اسود ومنيل، مالهم ازاي يا حبيبتي؟ امال احنا بنقول ايه من الصبح؟ احنا بنقول ان الرجاله عينيهم زيغه وبيرمرموا. ماشي، عشان كده هنروح نمرمطهم. لا بس يعني ده موضوع اصله يعني كليشيه قوي، فاهمه؟ الناس كلها اتكلمت عنه، اتهرس، اتقال في مليون برنامج ومسلسل وفيلم. ايوه بس لسه بياكل مع الناس يا حبيبتي بياكل مع الناس بس مردود عليه، يعني في رد. يعني اي حد راجل هيجي يسمعك ويبقى عنده ارجيومنت ببساطه شديده جدا ممكن يقول لك احنا اتخلقنا كده. هتعترضي على خلقه ربنا؟ لا طبعا. هيقول لك الستات والرجاله مختلفين عن بعض. طب ما احنا فعلا مختلفين عن بعض، هنرد بايه؟ هيقول لك ما هو اصلا تعدد الزوجات حلال. هتقولي ايه في ده؟ طب عايزه تطلعي تقولي ايه يعني؟ تشكريهم على رمرمتهم يعني ولا تعملي ايه بالظبط؟ لا مش عايزه اشكرهم ولا عايزه امسح بكرامتهم الارض عشان هم مش التارجت اودينس بتاعي. انا برنامجي اسمه حكايه بنات مش حكايه رجاله. طيب ماشي، انت هتطلعي تكلمي البنات، تشتمي الرجاله قدام البنات، تاخدي بطار البنات، تفشي غليلهم، تبردي نارهم. انا مش عايزه اعمل كده. ما عايزه تعملي ايه؟ انا عايزه اعمل حلقه ابقى اجريسيف جدا مع البنات فيها مش مع الرجاله. لا ده جنان رسمي. بصي بس اسمعيني هقولك. لما واحد يتجوز واحده على مراته، هو بيتجوز مين؟ واحده ولا واحد صاحبه؟ لا طبعا واحده ست. صح. يعني بيتجوز واحده بيبقى بيتجوز 2 ستات. لما بيصاحب مثلا 2 مع بعض بيبقى مصاحب 2 ستات. يبقى يعني لو في جريمه بتحصل الجريمه دي مشتركين فيها الستات واكتر من الرجاله. هو ده قصدي، فهماني؟ يعني احنا في الكيس دي لازم نعمل حلقه ونبقى فيها واضحين جدا ان العيب في الاساس عندنا واحنا لازم نصلح من نفسنا. لما تحبي راجل وانتي عارفه ومتاكده ان هو بيحب واحده تانية وما نسيهاش ولسه عنده مشاعر تجاهها، يبقى انتي راضيه بنص راجل. لما تتجوزي راجل وانتي عارفه ومتاكده ان هو متجوز وما طلقش، يبقى انتي بتخربي بيت ست تانية. لازم نتكلم في الدايركشن ده، فاهمه قصدي؟ بصي، هو بعيدا ان الفكره فكره ليلى وربنا يسامحني على اللي انا هقوله ده، بس هي عندها حق يعني. انا مش عايزك تعشمي ان انا هجيب 3 اجانب. انا لا انا حرامي ولا بلاقي فلوسي في الشارع، بس ممكن واحده، ليه لا؟ انا واحده عندي زي 10. انا بتكلم على المبدأ. مبدأ ايه؟ يعني انا رافضه فكره ان يكون في حد غريب في بيتي، وبصراحه ما استحملش حد تاني يعمل لكم اي حاجه غيري. في حاجه تانية تروحي درايكلين؟ لا كده تمام، بس انت مش شايفه ان الحمل تقيل عليكي؟ ده لسه هيتقل يا بنتي. هو انا كنت اشتكيت لك؟ بعدين انا مبسوطه باللي بعمل لكم كل حاجه. انت والعيال عندي اهم حاجه في الدنيا. بقول لك حاجه ما تتريقش عليا. ساعات بحس ان ربنا خلقني عشان تبقى مهمتي ورسالتي في الحياه ان انت تكون مبسوط بس، واخد بالي منك ومن طلباتك انت والولاد. ولما بشتكي لك يا سيدي بقى هات شغاله. وبصراحه بقى انا بغير، يعني حتى لو شغاله قاعده في البيت احس كده ان في ست غريبه موجوده، حتى لو بنديها فلوس هتضايق. وما استحملش حد يمسك هدومك وحاجتك ويعمل لك اكلك. لا يا سيدي انا ماليش دعوه، مش عايزه. انا هقوم اعمل العشاء. الله يخليك. يلا انزل اعمل العشاء وتعالى على طول. وانسى الموضوع ده خالص، شيله من دماغك. ها؟ بعدين ما انت طول الوقت بتتضايق من ليلى، اشمعنى دلوقتي يعني؟